الصيني جاك ما. بعد أن تخرج من الجامعة تقدم بطلب للهجرة إلى الولايات المتحدة، لكن تم رفض طلبه أكثر من 16 مرة. وتقدم للالتحاق بالجامعات الأمريكية ومنها جامعة هارفارد، ولكن تم رفضه أيضا أكثر من 30 مرة. وصل جاك ما إلى حد الإفلاس. بحث عن وظيفة، وبالصدفة أعلنت شركة كنتاكي عن وظائف شاغرة، فتقدم إلى وظيفة عامل نظافة. وكان قد تقدم للإعلان 30 شخص، تم قبول 29 شخص، وهو الوحيد الذي تم رفضه. في النهاية تقدم للعمل كمتطوع في الشرطة، وتقدم معه 14 شخص، تم قبولهم جميعا إلا 2، هو واحد منهم. وصل للإفلاس التام واليأس المطلق، وفجأة لمعت برأسه فكرة مجنونة أن يقوم بتصميم موقع ينافس موقع أمازون. الناس اعتقدوه من شدة اليأس وصل إلى الجنون. بدأ جاك ما مشروعه بقروش قليلة، واستدان من العديد من الناس، وأنشأ موقعه الشهير والمسمى بعلي بابا. واليوم بعد 11 سنة تربع على أكبر سوق على الويب برأس مال حوالي 29 مليار دولار. وبعد ذلك منحته جامعة هارفارد الدكتوراه الفخرية، رغم أنها قد رفضته سابقا في أن يكون طالبا يدرس فيها. لا تيأس، فإن جاك ما كان يرغب في أن يعمل عامل نظافة، ولكنه تحول إلى ملياردير.